في هذا الفيديو غادي نشوفوا شيخ تونسي واش قال على الزياره المرتقبه ديال وزير الداخليه الفرنسي للجزائر. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. السلام عليكم. وزير الداخليه الفرنسي لوران نونيز سيزور الجزائر 16 و 17 من هذا الشهر، أي بعد أيامات قليلة. اليوم 12 ولا 13، اليوم 13، يوم الجمعة 13، أي بعد 3 أيام 4 أيام نهار 16 باش يزور الجزائر، ولكن سيزور الجزائر صاغرا ومنقادا ومضطرا وبدون شروط، خلافا لما كان يقوله في السابق منذ أسبوعين. قال ما نمشي للجزائر إلا نشوف حكاية يعطيوني معناها وعود بالنسبة لو كي تي اف، هذه معناها طرد الجزائريين، معناها أن الجزائر تاخذ المهاجرين نتاعها اللي فرنسا ما عادش ترغب في وجودهم على الأراضي الفرنسية، فهمتني؟ فما شرط آخر والله نسيته تو. إيه مش عارف الحال. كان يحب يمشي بشروط، جاوبوني نجي، ما كانش ما نجيش، هاي قالوا له ما نجيش. شنو نزل عندك أنت معنا؟ فرنسا خرجت من السوق الجزائرية، هذه الحكم الفرنسي، هذا معناها ماكرون يحكم ضد المصالح الفرنسية، يخدم لإسرائيل وللوبي. أو كان سمعتوا بحكاية أريان هذه دي روتشيلد، هي اللي تحكم في فرنسا. أريان دي روتشيلد هي تحكم في فرنسا، وروتشيلد هذوما هما اللي حطوا شو اسمه ماكرون، هما اللي حطوه رئيس، ويخدم صالح اللوبي، ما يخدمش لصالح، ما يخدمش لصالح الشعب الفرنسي. باش يوريك اللي هو لم يحرك ساكنا وقت اللي المصالح الفرنسية يعني تضررت أيما تضرر. قالته سيغولين رويال، قالت كيفاش احنا توا نخليه مصالحنا في الجزائر ونحبوا نتعامل مع الجزائر بتعالي وبمعناها غطرسة تاع مستعمر، وقت اللي هو الاستعمار وفاء، ولازم التعاون وكذا. باش هاون ناس اخرين قاعدين يتعاونوا مع الجزائر، وشو اللي صار؟ هو هذوما اللي يتعاونوا مع الجزائر توا خذاو حصة الفرنسيين في السوق الجزائرية. يا اخي هما الدول كيفاش يتعاملوا على اساس المصلحة الاقتصادية، وجي بعدها الامور السياسية وكذا لتنظيم الامور، لتأطير الامور. اما اهم شيء هو انه عندك انت الاف من المزارعين الفرنسيين مثلا، ما تخليش الجزائر معناها تعطيها فرصة باش تمشي لروسيا وتخلي القمح الفرنساوي ما عادش تاخذه بالمرة. وبالنسبة لأشياء أخرى كثيرة، شكون اللي دخلوا هذا؟ دخلت الصين ودخلت روسيا في الجزائر، وحتى في الأمور العادية هذه اللي كانت فرنسا كانت معناها نجم نقولوا عندها نوع من احتكار، أو مش احتكار، أما سيطرة أكثر من الآخرين. قد ثم علاقات قديمة وفما أمور كذا بعد، فهمتني؟ تصدير الأبقار، تصدير المواشي، تصدير المواد الغذائية والأجبان واللحوم وكذا، يعني أمور كبيرة. عشرات الآلاف من الفلاحة الفرنساويين اللي تضروا، والصناعيين كذلك، هذوما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذا. ايه اضطر الآن، سمعنا البارح اللي سي لوران نونيز قال اخويا باش نمشي للجزائر، والشروط لا، قال يا منعش تو نشوفوا كي نمشيو غادي شو نحكيو. هاي جي من غير شروط، يجي قالوا يجي الجزائر، قالوا يجي لا زيارة. شنو اللي يخليه
شو اللي خلى لوران نونيز والسلطة الفرنسية معناها تضطر اضطرارا إلى معناها التخلي عن الشروط متاعها، شرطين، زيارة بشروط. شكون اللي خلاه؟ الأمور الأمنية والمخابراتية. الفرنساويين عندهم تخوفات من الوضع، من تأثير الوضع في سوريا. تأثير الوضع في سوريا عليهم شو معناه؟ معناه أنه أبو محمد الجولاني شهر أحمد الشرع قاعد يسيب في جماعة الدواعش اللي محتجزين عنده، وهذوما فيهم فرنسيين، فيهم فرنسيين من أصل جزائري، وفيهم فرنسيين مش من أصل جزائري، وهذوما خطيرين. هذوما ناس معناها مدربين على القتال ويمثلون خطرا على جميع البلدان، مش على فرنسا برك. أو مشكلة كبيرة. سوريا هذه باش تولي معناها بؤرة، باش تولي بؤرة متاع إرهاب سوريا، لأنه ماشيين في الطريق متاعهم. تو هذيك معناها قاعدين العلاقات مع ترامب وكذا، زوز مقابلات عملهم الجولاني مع ترامب لا ماضينا في الدعوشة، ماضينا في الدعوشة، والتعليم مسيطرين عليه الدواعش في سوريا، ومن هون إلى مدة قصيرة معناها تكون معناها، وذا باش يعمل لك تفريخ أجيال من الإرهابيين، فهمتي؟ بحيث فرنسا خايفة من المسألة هذه، وتعرف الجزائر عندها مخابرات، يعني حتى حد ما يقول عليه الكلام هذا، خاطر أمور المخابراتية ما لا تقال في التلفز وفي الإذاعات وفي التيك توك وفي كذا، يعمل سري ويعمل كذا، ولكن ناس يعرفوا، المتابعين يعرفوا اللي المخابرات الجزائرية معناها قوية جدا ومتمرسة جدا، بما في ذلك فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية، اللي في مالي واللي في النيجر واللي في نيجيريا واللي بوكو حرام، يعرفوهم بالمجموعة وشكون وعلاش وكيفاش، وعلاش الأمريكان هما حذرين في التعامل مع الجزائر. جماعة المغاربة مش فاهمين اللي يتكلموا، فاهمين هو ما يتكلموا برا بروباغندا. أمريكا ما الجزائر بالنسبة لها حليف يعتد به ويعتمد عليه في التعاون، يقولوا فيه، أو يقول لك التعاون في مكافحة الإرهاب. علاش؟ خاطر يعرف اللي الجزائر بعدك العشرية اللي صارت هذيك، معناها الجيش الجزائري تكونت له خبرة في القتال وفي قتال الجماعات هذه كذا، وجماعات منهم فيهم اللي مشاو لافريقيا، فهم اللي هربوا في مالي وفي كذا، يعرفوه وفي سوريا وفي كل بقعة، فهمتني؟ بحيث الفرنسيس تو اللي خلاهم يطبسوا روسهم. وزير الداخلية يجي يمشي للجزائر دون قيد ولا شرط، هو هذا الموضوع. هذا موضوع معناها طلب المساعدة الجزائرية فيما يتعلق بتسرب، احتماليات تسرب عناصر كذا، فهمت ولا؟ وبطبيعته باش يجبدوا على المواضيع الأخرى، ربما هل تكون فيها حلحلة الزيارة هذه؟ هل يمكن أن تأتي بحلحلة للعلاقات الثنائية؟ ممكن، ولكن فرنسا خسرت. حتى كي تقع حلحلة اللي خسر مش الجزائر، اللي خسرت هي فرنسا، خسرت السوق الجزائري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اللي عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الآراء ديالك في الكومنتير، تهلاو.